الريبل افكت دي فكره عامه. عارف لما ترمي زلطه في نهر ويحصل فيها ريبلز او يحصل فيها امواج بتطلع بالشكل ده، الريبل افكت بيحصل برضو في اير بي ام بي. بمعنى ايه؟ انت النهارده لو سوق لسه بينمو زي السوق بتاعنا وجي دخل فيه ناس كتير مش عارفه تسعر ازاي او عارفه كل ما تدير الكالندر ازاي، تفضى يقوم منزل $10 و$15 وعمال ينزل في الافريج ديلي ريت. هو كده عمل رمى الزلطه. ايه اللي بيحصل؟ اللي جنبه الريبلز كمان بقى ينزل في السعر، واللي جنبه كمان ينزل في السعر، فالسوق كله نزل في السعر، فاحنا كمان هنضطر ننزل في السعر. بتخلي ان السوق يقعد ينزل في الافريج ديلي ريت. واكيد لو في اي حد متوسط شغال سعر في الليله مظبوط. متوسط سعر الليله في مدار الثلاث سنين اللي فاتوا قل ما زادش. يعني انا افتكر في 2021 و2022 واحنا كنا شغالين وكان في البيك، كانت الارقام بتاعه متوسط الاسعار الليله كانت اعلى من كده على اير بي ام بي. اللي حصل هو الريبل افكت، ان في ناس كتير دخلت مش عارفه، مش فاهمه، حاطط ملايات الوان، حاطط فرش صور مش ملفته، فعايز يملى الكالندر فينزل في السعر، فاللي جنبه اللي فارش كويس ما بيتحجزش بسبب ان الاغلبيه اسعارها اقل، فيبتدي ينزل في السعر، فتلاقي الاغلبيه كلها نزلت في السعر من غير فايده ومن غير هدف. وفي ناس كتيره طبعا فرحانه بايعه لشهرين وثلاثه قدام، وللاسف انت بايع باسعار اقل، عشان كده انت بايع لشهرين وثلاثه قدام.